بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني وتجدد اللقاءات دوما ودائما مع قناتكم المحبوبة في المليان مع يحيى والحديد والكوان. خبر صار مؤجل: نادي الزمالك يتعاقد مع بديل أشرف بن شرقي. في تعاقد كان من الممكن أن يعمل انقلاب في الدوري المصري في الدور الثاني. مصري كويتي موهوب يوسف طارق ماضي، سن 21 سنة، مقيم في الكويت بقاله فترة، عنده ملكات من خلال زمايله في الملعب والمدربين المصريين اللي هناك والمدربين الخاصين بيه. هو والده اللي بيأكد دكتور طارق ماضي بأنه بيمتلك نفس ملكات أشرف بن شرقي مع حيوية أكتر وتسديد من أماكن بعيدة. ملقب في 3 مراحل سنية في الكويت بأنه مستر أسيست، يمتاز بالهدوء والتسليم تحت ضغط واستلام الكرة بضغط عالي. طول مناسب، تم التعاقد معاه قبل غلق باب القيد أثناء فترة المشاكل على القيد، وبعد ما نزل التدريب بالفعل مع فريق 2003 مع الكابتن محمد صبري، كان غلق باب القيد دون في طريقه هو اللي خلاه يأجل الانضمام، ورجع الكويت يخلص ورقه وإن شاء الله ينضم مع الفريق في بداية الموسم الجديد. الخبر الثاني: كاسونجو كابونجو ينجو من زلزال تركيا ويشكر جماهير الزمالك على القلق والسؤال عليه. كاسونجو في القلب، زملكاوي أفريقي محترم، تنازل عن جزء كبير من مستحقاته، وليه مستحقات ما زالت عند النادي، ويرفض تماما شكوى النادي. وفي رسالته لجماهير الزمالك: إلى عائلة الكبيرة بمصر، الزمالك وجماهيره، شاكر جدا قلقكم عليا، اطمئنوا أنا بخير. رسالة غامضة من الغندور على صفحته على الانستجرام: مبروك نادي الزمالك، نلتقي الاثنين. وبالتأكيد طبعا إذا كان الكل بيتكلم على إنها مبهمة فهي واضحة، وهي قيد اللاعبين الثلاثة: أحمد بالحاج، ناصر منسي، ومحمود شبانة. الزمالك يعتذر عن الاشتراك في بطولة الكرة الطائرة العربية في صدمة لجماهيره، خصوصا جماهير الصالات، خصوصا وإن المجموعة بتاعته كان فيها فريق قطري وفريق فلسطيني وفريق لبناني، وكان الصعود شبه مضمون. طبعا بسبب قيد، يعني تجميد القيد في الزمالك وعدم استبدال الأسباني معد وخلو ذلك المكان في الزمالك، وده اللي هيبقى المعاناة اللي هيعانيها الفريق النهاردة في استكمال الموسم المحلي. الزمالك مازال يستعد للقائه القادم أمام الترجي التونسي في تونس، ولقاء مصيري جدا جدا جدا. الزمالك يكتفي بنقطة في العودة من تونس لإحياء الأمال، فإذا لم يكن الفوز فيكفي التعادل إن شاء الله، عشان خاطر يظل الزمالك محتفظا بأماله. أخبار سريعة قلناها لكم عشان نكون معاكم على مدار الساعة. انتظروا منا كل جديد مع في المليان يحيى الحديد والكوان. السلام عليكم.